النهاردة برضو هنتكلم عن شركة تانية، بس المرة دي مش أخطر وأهم شركة زي المرة اللي فاتت. لا، المرة دي هي أكتر شركة ذات قيمة أو أغلى شركة على وجه الكرة الأرضية. النهاردة هنتكلم على انفيديا. انفيديا اللي النهاردة تعتبر أغلى شركة على وجه الأرض. أول شركة وصلت لتقييم 5 تريليون دولار. 5 تريليون دولار دي يعني الشركة دي لو بتعمل كأنها دولة كانت هتبقى من التوب فايف، كانت هتبقى واحدة من أغنى 5 بلاد على مستوى العالم. الشركة دي والغريب بقى إن هي ما بتعملش حاجة، يعني ما بتصنعش حاجة، ما عندهاش مصنع. انفيديا هي أكبر شركة في العالم بتصمم جي بي يوز أو بتصمم وحدات معالجة للبيانات الخاصة بالاي اي. الشركة دي اتعملت من سنة 93. هوانج، الشاب التايواني اللي جه عمل شركة وهو قاعد في مطعم دينيز في كاليفورنيا، حط 40,000 دولار وقال يلا نعمل شركة أنا والشركاء بتوعي عشان تبقى النهاردة أغلى شركة على مستوى العالم. 5 تريليون دولار ماركت كاب. ماركت كاب اللي هو معناها إن أنت تضرب قيمة السهم في عدد الأسهم المطروحة في البورصة، فبيطلع لك الماركت كاب، والماركت كاب بتاعها 5 تريليون دولار. الشركة دي بتصنع جي بي يوز، بتصنع جي بي يو اسمه H100، ده اللي هو ممنوع يتصدر للصين. كل تشيب فيها 8 مليار ترانزستور، كل واحدة هو بيصممها. التصميم بتاعه بيتصنع في مصنع تاني في تايوان اسمه تي اس ام سي، اللي المكن بتاعه عن طريق اس ام ال. وهو اغلى في القيمة من كل دول على بعض. اللي بيخليه ذو اهمية اكتر كمان انه عنده البلاتفورم اسمه كودا. بلاتفورم كودا ده بيستخدمه، ده البلاتفورم او منصة الكودينج بتاعت 80% من الاي اي على مستوى العالم. هو تقريبا بايع 3 مليون جي بي يو او 3 مليون وحدة معالجة لكل حاجة ليها علاقة بالاي اي. الاي اي من غير الجي بي يوز بتاعت انفيديا ملوش اي تمن. الجي بي يو الواحدة اللي هي الاتش 100 دي تمنها رسمي 30-40 الف دولار، بتتباع في السوق السوداء ب 70 و80 و90 و100 الف دولار، وبتشتريها الصين عن طريق عملة ليها في تركيا، في سنغافور، في اي حتة في العالم. فكله عايزها، عامله زي يعني انت لو محتاج جي بي يو دي بتخلي الرئيس بتاعك يكلم مثلا رئيس امريكا او وزير الخارجيه عشان يكلم له وانج يتوسط له يديله شويه جي بي يوز. فانفيديا سابقه العالم كله ب 10 سنين مثلا، مفيش كومبيتيتور هيقدر يحصلها قريب، وده اللي بيخلي انفيديا اغلى شركه في العالم.